سمعت اللي اتقال على ارنست ويليام، امه مش عارف غساله وابوه بينزح مجاري ومش عارف ايه. فالاسلوب ده واحد بيئه واطيه. نجيب لك من الاخر بقى. بالنسبه للفنان محمد علي، من هو ابو محمد علي؟ ابو محمد علي باختصار شديد معهد فني صحي اغذيه، قسم اغذيه اللي هو بيشوف الاغذيه وبيفتش على الاغذيه وبتاع. والام بقى مع الام، بس ايه، مفيش ايه خبره مباشره، بس بالسماع كده، اللي هو معلمه والدهب بقى لها 7000 قرش. فيقول ايوه يا كسامه وهي كاسي يا معلي حاسي ومفرج عليا الناس كده يعني. وهتلاقيها كانت شرموطه مثلا ممسوكه في اداب ولا جت لم عليها الجوازه، هتبقى ده بس انا مش متاكد يعني. بيجي لنا بيقول يا جماعه انا بيئه واطيه، انا جاي من بيئه واطيه وابن احمد. هو ده اللي هو مش بس اصل هو مش صغير في السن يعني، مش مثلا 18 سنه ولا بتاع، ده يعني ايه شحط. ده اللي هو بيقول لك ايه، الشرطه والجيش 50%. 50% اساسا من صبيانيه هذه الجماعه، بيعايروا بعض المجموعه الثانويه العامه من صبيانيه هذه الجماعه يعني. كمان مجموعه الثانويه العامه ده كمان لو كان يمثل شيء يعني. طب الجيش كلهم حساله، لان الجيش ده بتدخله برضه ب 3 و2%. لا اصل انا ايه، الوقت ابن دين كلب كذاب كذب الابل. يعني انا مثلا عمري اتكلمت عن عيلتي؟ لا. ما هو انا ليه انا لا اتكلم على ابويا ولا امي ولا، لان انا اديتك الفرصه بقى تنقد ابويا وتنقد امي. لا انا ابويا ده اساسا كان اخوان مسلمين وكان في الاتحاد الاشتراكي. حاجه بقى دي كوكتيل ده غريب. باع نفسه للشيطان ده. باع نفسه للشيطان ده. ما تبقاش عبيط، شكلك وحش عبيط. ولعلمك كون اساسا انا انجاز تاريخي في حياتي انا عملت ان انا اساسا سوقت تراك. انا ايه دين انا علاقتي بدين تركات وشحنات وقرف وخرا وكل انا لم اكن في يوم من الايام اتخيل نفسي ان انا راكب الهبابه دي. ابن متناك قليل ادب ويعني ومعتقد نفسه حاجه. انا ايه يعني ان انا قليل ادب وهجومي، بس انا فعلا عمري ما شتمت شعب، عمري ما تطاولت شعب، جبت شعب قلت الشعب ده ابن وسخ. قصهم الشعب القطري. في ناس تطلع تقول لك لا احنا نختلف مع النظام، انما الشعب القطري انا ما اعرفش حد عمري قطري، مش عايز اعرف حد قطري، وقصهم الشعب القطري، ولو شفت حد قطري غالبا هنزل فيه ضربه واطلع دين امه يعني. بنت دين وسخه زي اليمن، جبال بقى وقبائل وعالم مجانين. اليمن دي اساسا يعني بصراحه لا هي دوله ولا عمرها كانت دوله. يقول لك حضاره اليمن السادة ولا في حضاره ودولات دين وسخه بصراحه. قصهم العراق يقول لك شعب العراق لا شعب عظيم، ده شعب ابن مرمى. وانا بصراحه في نقطه، انا طب ما انا قلت ادب على الشعب المصري سوري يعني لما انا اقول ان انا مش قلت لك النهارده الشعب المصري عامل زي مراهق منحرف وشاذ تاخد نفسك ليك نفسك ضبط يو يعني دون جيب فاك، انما ما يبعد عن دين ابونا زي الخول اروح اشتم الناس وبعدين اروح شايل المقطع. انا عمري ما شلت حلقه غير مره انا قعدت اهرج، رحت ماسك القران والانجيل مقطعهم وبعدين بدات المهم على الارض وادبسهم. في الاخر رحت قايل لي انا وجدت الحل يا جماعه الموضوع الفتن. بقيت امسك ورقه من القران واروح ملزقها في ورقه في الانجيل ورحت ماسكهم مدبسها. بس كانت حلقه هرتله رسم كانت جايه. فلاقي في ناس قالت لي وكنت قالع اساسا لا اعمل بوكس. فاللي هو الناس قالت لي يعني ايه المنظر مش كويس وبتاع، وانت كنت متقل حاجات كده يعني. وبتذكر ليه يا ابن المتناكه وانت مش قد السكر؟ كلمه ايه يا عم؟ طب خلي الشعب بس يعرف يقرا ويكتب الاول وبعدين نشوف بقى كلمه ولا زفت ولا خرا على دماغ دين امه. انا الاوان ان احنا نستعيد وعينا. ده الكتاب اللي جالكم من الصحراء، ده كتاب الصحراء، هو ده تاريخكم اهو في وشكم، هو ده تاريخكم. ده اللي المفروض تعرفوه، هو ده تاريخكم، لازم تعرفوه كويس. اسمها كلمه وانا مصر حبيبتي الفرعونيه، كلمه انا كلمتي القصه بكميه الكذب وكميه قله الادب. وبعدين انا يعني ما اعتقدش ان انا اصطدمت بواحده مثلا على اليوتيوب اثبت لها الدين او شتمتها. انا فعلا عايز اقول لليلى فعلا انت وفرتي
ويا ريت تفضلي مطربه على مطعم لغايه لما تموتي، لان فعلا انت خساره اللقمه اللي انت بتاكليها، والهوا اللي بتتنفسيه خساره في كص امك، والعيل اللي انت جايباه من طيزك يا بنت المتناكه، والعيل اللي انت جايباه من طيزك يا بنت المتناكه. انا عايز اقول للدكتوره ليلى سويف رساله مباشره على الهوا: كص امك يا دكتوره ليلى سويف. يا هو عارف انها لما يشتم هي مش هترد عليه، بس هو عارف ان دي واحده وبتاع، يعني مش هتطلع بقى تقول له كص امك ويا ابن مش هيحصل، فخد راحته بقى. يوم ما هرجت ام ايمن ناشطه سياسيه اساسا، فما يعني ما تقلتش عليها، يعني ما عملتش حاجه يعني. وفي حد يسألني تخيل مثلا انت مثلا هتغتصب ام ايمن، تقدر تحط بتاعك في ام ايمن؟ انا احط بتاعي في خلاط اسمنت وما احطوش في ام ايمن. مثلا انا عمري ما قلت ادبي مثلا على مرات مرسي، يعني ما تطولتش ما كده. ارتاح الحافظ للقران اللي مراته محجبه، ما حد لعب في بزازها غير فضيله المرشد. السمع والطاعه في المنشط والمكره. هتعمل ايه الوليه؟ انا عشان اتابع مثلا هيفاء وهبي لازم انك، يعني ده المبرر الوحيد. وبعدين فعلا لما تشوف يعني واحده بتتشتم يعني شكلها وحش يعني، وتلاقي بتاعه بقى صغر ودمر وبتاع وكلام يعني من الميدان. لان انا دلوقتي بقيت زي اخته فعلا. رسمي، قرير رسميه من الامم المتحده، انا بقيت زي اختهم. الف سلام الف سلام عليك. حتى المورنينج اريكشن ضاع. الفضيحه المصريه اللي عندنا دي، فطبعا بقى المنظر زي الزفت. انا اساسا عمري ما دخلت ايام ما كنت بعمل مقاطع، عمري ما قلت حد دوس على سبسكرايب او منشن، او انا كنت بدخل اقول لهم صباح الزفت. سبسكرايب بقى واعمل كل حاجه، قلت لك تدوس على كل الزراير الممكنه اللي ممكن تدوس عليها في هذه القناه. الحيوانات بقى اللي بيخشوا يدوسوا ديسلايك ما تعمل. يعني اي ابن عرس بيسمع لهذا الحيوان يجب ان هو يعني يضرب نفسه بالجزم، مش هقول لك يلغي اشتراك، لا يضرب نفسه هو شخصيا بالجزم. بقول لك ايه كص امك كص امك، بقول لك ايه استنى عشان نتناقش، مفيش هنا تاني يا ابن المره. بص عارفين امك